عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبائي. اليوم معنا موضوع هام لنا سنين بغينا نتكلم فيه ما تكلمنا فيه، لكن اليوم الموضوع وصل لمان داخل المسجد. أول لمس صلاة الظهر في أحد المساجد عندنا في سوون نصلي فيه، ويا واحد فيه بنطلون قصير لمان فوق ركبته، والناس قالوا شوف ما هو ريض منك، ونزل شوفك ما هو ريض منك، شوف عورتك مكشوفة، شوفك بتقطع الصلاة علينا. ما أبغى ينزل أبدا. واحد من العقال قال له خذ ذرادي وتحزم به معه شال وتحزم به، قال له استر عورتك. ما ابغى انا ريض. قال له من يقول لكم ما انا ريض؟ لكن انا ما انا رجال، مع بقول مع ثانيين خليك بقول انا بتكلم عن نفسي. انا لو انا رجال بسحب امه بديله لما برجع على المسجد وبسقلبه بقول له دبر مكانك الشارع. الرساله الثانيه الى كل اب والى كل ام، كل واحد ينتبه لولده. دحين بعض الاباء ينزل بعياله لما المسجد يصلون وهم فيهم بنطلونات قصار لما فوق ركبتهم. يا اخي علم ولدك الحشمه، هات له طويله، لبسه بنطلون طويل، لبسه بدله طويله، حق انك تنزل بولدك لما المسجد في جمعه وفي صلاه وفي بنطلون قصير. هذا غلط، وشوفوا يقطع الصف. وشوفوا من واجبك اذا انت بتنزل بولدك المسجد انك تجيبه وتخليه يطهر وتخليه يلبس ويستر عورته وينزل. هذا اقل شيء انك انت تعمله وتعلمه، وهذه علم له. النقش العلم في الصغر كالنقش في الحجر بزايد علمه. وفي قبل فتره انا شفت موقف، انا بنفسي اصلي الصلاه وهم فيهم بنطلونات قصيره، قلت لهم انتم صلاتكم ما صح، لبسوا لكم رودي يلقوها كذا. قالوا لا معاد عليك. لقوا نزلوا البنطلونات حقهم، نزلوها كذا خلوها لما النص في عابهم، يعني من فوق فيهم بنطلونات لاصقات كما ذاك اللاعب حق من دام الفريق تعرفونه يخلي يوطي البنطلون حقه. ذا لقوا كما وقتوا البنطلونات حقهم لما تحت ركبهم، يوم يلقون سبحان ربي الاعلى يشوفون اثنين سراويل وبعضهم يشوفون فقرهم. قلنا لهم تشوفون نفسكم رياضيين؟ قالوا نشوف نفسنا رياضيين. وهذول ينقلون ثقافه البرع لمان عندنا، ويعلمون نحن ويعلمون اولادنا ويعلمونهم الاشياء الهباله هذه والاشياء المصمخه هذه. الرساله الثالثه الى كل مغترب برع البلاد، اذا بترسل لولدك اذا بترسل لاولادك ثياب رسل لهم ثياب حشمه، رسل لهم بنطلونات طويله. ما بغناك تنقل ثقافه البرع الى عندنا. نحن اهل سيئون اهل الحشمه، من يوم تعودنا ما شفنا سراويل هذا الصار. اليوم موجودات حتى في المحلات، لكن المفروض انهم يوقفون. اغلب المحلات عندنا يبيعون بنطلونات صغار، المفروض انهم يوقفون. الدوله توقف وارد البنطلونات الصغار كما بعض الدول تهتم بزيها. نحن نتمنى من الدوله انها تهتم بزينا، لاننا قبل فتره شفت واحد كان فيه بنطلون صغير، قال ابوي رسلوا لي من برع البلاد. قلنا وابوك ذا بيجيب نحن البلاوي لما البلاد. الله يهديه. وهيا كانكم مع السلامه وباي باي.